ثانية واحدة، انت ليه بتطالب ربنا برزق غيرك؟ عارف لو دخلت اكبر بوفيه مفتوح في العالم، هو انت هتفضل تبص في طبق اللي جنبك ولا هتاكل من اللي يناسبك؟ اكيد هتركز في طبقك. لكن الغريب اننا في الارزاق بنعمل العكس، بنبص لفلان هو ليه خد الوظيفة دي، ليه نجح، ليه ربنا فتحها عليه، وكأن رزقه اتخصم من رزقك انت. طب سؤال، هو انت لو رحت للدكتور وكتب لك علاج هتقول له اكتب لي نفس الدواء اللي انت كاتبه لغيري؟ اكيد لا، انك واثق كويس قوي انه ادرى بحالتك. طب ليه مع ربنا بتطلب رزق غيرك؟ طب ما هو سبحانه وتعالى اعلم بيك وارحم بيك وادرى باللي ينفعك. فخدها قاعده، رزق غيرك مش دليل على انه احسن منك، ورزقك مش دليل ان ربنا نسيك. كل واحد له رزقه ووقته واختباره، فبلاش تطلب من ربنا نسخة من حياة حد، اطلب منه البركة في حياتك انت وركز في ورقتك وبس كده. سلام.